ازيكم حلوين؟ عاملين ايه؟ واهلا بيكم تاني في قناتي. اهلا بيكم النهارده في حاجه جديده كده، اول مره اجربها على القناه، وهي تجربه منتجات غريبه، منتجات ميك اب غريبه وعنايه بالبشره. فلو انتوا حبيتوا النوع ده من الفيديوهات قولوا لي تحت في الكومنتات ودوسوا لايك عشان كده اعرف ان النوع ده عجبكم الفيديوهات. اول حاجه هبتدي بيها النهارده، او اول حاجه هبتدي بيها السلسله دي، هو الماسك ده. ده ماسك طيني كوري، ده كلاي بابلد ماسك. فكرة الماسك ده لطيفة جدا، فكرته ان هو بيطلع بابلز. يعني ايه؟ يعني بيطلع زي الفقاقيع كده. المفروض ان اللي بيقولوا ان الماسك ده الفقاقيع اللي بتطلع عبارة عن ثاني اكسيد الكربون، لما بيطلع يدخل جدا في مسام البشرة ويبتدي يديني تنظيف عميق عن اي ماسك تاني. طبعا كل ده هم اللي بيقولوه، احنا ما جربناش حاجه، حتى ما فتحتوش، ما اعرفش شكله ايه من جوه. كل الحكايه بس ان انا شلت، كان عليه بلاستيك كده ما بيجي بيبقى متغلف، فانا شلته عشان ما يبقاش وانا بشيله صوته مزعج على الكاميرا. انتوا عارفين ان الحاجات الكوري او منتجات العنايه بالبشره الكوري منتشره جدا الفتره دي. فانا حبيت اجيب حاجه اجربها بصراحه. ما لقيتش اغرب من الماسك ده ان انا اجربه. عايزه اقول لكم ان ده عندي بقاله ازيد من شهرين، وكل ما افتح الدرج بتاعي وابص عليه انا قلقانه منك، انا مش مطمنه لك. وحبيت كمان ان انا اعمل حاجه جديده، ان انا افتحه معاكم على القناه. الفكره كلها ان انا بحطه على وشي، وبعد كده بيبتدي هو يطلع بابلز، بتستنى 10 او ربع ساعه، تلت ساعه تقريبا. وببتدي بعد ما البابلز تكون كترت قوي على وشي، ببتدي اعمل له مساج على وشي، بعد كده بشيله بالميه. ده شكل العلبه من جوه. اوكي، خلينا نفتحه مع بعض. اوكي، في سباتشولا كده او حاجه صغيره زي المعلقه بتحطيه على وشك. بصوا، مش عارفه هتشوفوا ولا لا. الماسك، خلينا اشيل لكم دي عشان تشوفوها. الماسك متكتل كله عامل زي الجيلي، حته واحده، شايفين؟ خلينا نشم ريحته الاول. هي ريحته لطيفه ومقلقه في نفس الوقت، عارفين الاحساس ده؟ هي حلوه بس في قلق كده في الموضوع. اوكي، خلينا نفتح العلبه ونشوف شكله ايه من جوه. ادي شكله من جوه، بصوا. شكله صعب قوي. رجعت لكم تاني، طبعا نأسف لبشاعة هذا المنظر، وخلينا نبقى شرحة مع بعض. انتي لما بتعملي ماسك في البيت انتي بتلمي شعرك، اتس اوكي. هستخدم السباتشولا العجيبه اللي هم جايبينها معايا دي، وهبتدي احطه على وشي ونشوف هيبقى شكله ايه. اوكي، اول انطباع عنه ان هو ساقع شويه، بيتفرد بسهوله، عامل زي الجيلي كده. بصوا، عامل زي الجيلي بس في نفس الوقت بيتفرد بسهوله. اي ماسك بتعمليه دايما ابعدي عن منطقه العينين. عايزه بس اقول لكم ملاحظتين كده. اول حاجه، انا ما استخدمتش كتير، يعني تقريبا معلقه معلقتين، فزي ما هو اهو. بس اللي انا لاحظته حاجه، بصوا، ابتدى يعمل بابلز على الماسك نفسه من جوه. فانا مش عارفه هو كده يكون باظ ولا هو كده المفروض ان هو ده عادي يحصل. هسيبكم 10 دقايق وارجع اوريكم شكلي عامل ازاي. ما تخافوش ما تخافوش، انا عارفه ان في ناس كتير هتخاف، منظري بشع جدا جدا. دلوقتي عدى 10 دقايق. انا عايزه اقول لكم ان كل ما اطلع بره وحد يشوفني، كل ما اقابل حد يشوفني، الناس بتجري تخاف مني. زي ما انتم شايفين الضعف 3 اضعاف. الاول وشي، البابلز اللي طالعه من وشي عامله زي ما يكون مخرمه كده شبه السفنج. لسه لغايه دلوقتي بيعمل صوت، يعني انا متهيألي ان انا لو سبته اكتر من كده هيعمل صوت، بس انا بصراحه ما عنديش استعداد اسيبه اكتر من كده. مبدئيا كان بياكلني عند الحته دي وهنا، بس عند الحته دي مش بياكلني احساس الزغزغه، عارفه، حاسه كده حاجات بسيطه بتزغزغني هنا عند مناخيري. اوكي، فقبل ما اروح اغسل وشي هنعمل زي ما هم قالوا. بصوا، سامعين الصوت ده؟
اوكي. هدعكوا زي ما هم قالوا قبل ما اروح اغسل وشي. البابلز اللي بتبقى موجوده راحت، بس الصوت على فكره الى نوعا ما ساتيسفايد، مرضي جدا. عارفين لما بتيجي يبقى في مثلا جايبه حاجه من بره وفيها بابلز كده تقعدي تفرقعيها؟ اوكي زي ما انتم شايفين رجع تاني ماسك عادي جدا. خليني اروح اغسل وشي وارجع لكم تاني ونشوف فعلا بينظف البشره ولا ده كان مجرد كله اشتغاله. خلينا نتكلم كده اخر الفيديو، حبيته ولا لا. انا بس عايزه اقول لكم حاجه، وانا بغسله غسلته كتير جدا، اخد وقت معايا طويل، يمكن قعد 3 دقايق لغايه لما غسلته. لازق في الجسم شويه، حاجه ما عجبتنيش فيه. بالنسبه للريحه كانت مقلقه جدا بالنسبه لي، ما حبيتهاش خالص، ما حبيتش ريحته. بالنسبه للفكره نفسها عجبتني جدا، عجبني فكره ان هو بيطلع بابلز بقى، وانتي لو معاكي حد تاني بتعملي الماسك ده بتقضي وقت حلو جدا، فكانت فكره لطيفه جدا. بالنسبه للفانكشن بتاعته او ان هو بينظف ولا لا، انا شايفه ان انا بشرتي حلوه قوي، هي شاده شويه بس مجرد ما احط كريم ترطيب هيبقى الموضوع لطيف قوي. مش حاسه ان بشرتي فيها مشكله. مش هقدر طبعا احكم دلوقتي اذا كان عامل لي حساسيه ولا لا، بس انا مش حاسه ان في مكان من وشي حاسه ان انا عايزه ارش فيه او احمر، بالعكس خالص مش سايب وشي احمر، وده نادرا ما بيحصل، لان اي ماسك انا بستخدمه لازم بيسيب بشرتي حمراء. بس برضو مش هقدر احكم كده غير بعد 24 او 48 ساعه اشوف وشي هيقبل ولا لا، هيطلع حبوب في وشي ولا لا. هقول لكم على الانستجرام، لو انتم مش متابعيني هسيب لكم اللينك بتاع الانستجرام بتاعي تحت علشان خاطر بيبقى سهل ان انا اتواصل فيه معاكم اكتر. توتال اديله كام من 10؟ اديك كام من 10؟ 8 من 10. ممكن استخدمه تاني ولا لا؟ ممكن استخدمه تاني. ده كان تجربة الماسك ده مع بعض النهاردة. انا شخصيا اتبسطت جدا، انا معرفش انتوا اتبسطتوا ولا لا، بس هعرف لما تقولوا لي في الكومنتات تحت. لو عجبكم النوع ده من الفيديوهات وبتحبوه دوسوا لايك للفيديو، وكمان سيبوا لي تحت في الكومنتات قولوا لي ايه تاني غريب حابين ان انا اجربه. بكده الفيديو بتاعنا يكون خلص، واشوفكم بخير الفيديو اللي جاي. باي حبايبي.